بونو يا كبير، بونو يخرب بيتك، ديما بونو ديما مغرب. حتى لو كنا سيئين وحتى لو انظلمنا تحكيميا نرجع ونفوز ونهزم الحكم قبل الخصم. بلنتي من وحي الخيال حسبها الحكم للأهلي، وبلنتي واضحة الكوليبالي بالشوط الإضافي الأول، مع ذلك تجاهلها بشكل غريب. لكن كل هذا ما أثر فينا، بقينا بمباراة وحافظنا على شباكنا وفزنا بالنهاية. وأنا ما عندي مشكلة، خذ الكورة وسيطر وشكل خطورة، لكن خلك مقتنع من شيء واحد، أن الهلال بأي قمة مهما كان سيء وكارثي ما راح يكون مجرد متفرج. قيمة الشعار ترفض ذلك. يعني اليوم اللاعبين كانوا بدون رغبة وفاقدين ركيزة أساسية بالدفاع مثل تومباكتي، ونلعب خارج أرضنا و90% من المدرجات الخصمنا. مع ذلك كله قيمة الشعار أبت إلا أن الهلال يبادر ويسجل وياخذ الأسبقية بمباراة ويفوز بالنهاية. الهلال الحالي هو أسوأ هلال بالعشر سنوات الأخيرة بعد هلال جارديم، مع ذلك وصيف الدوري وواصل نهائي كاس الملك ومرشح للنخبة. بالمقابل لو شفت أسوأ نسخة للأندية المنافسة بتلقاه بوضع ما يحسد عليه، وهذا اللي يميز الهلال ان شخصيته مهما كان سيء الا ان فيها غريزة ترفض الخسارة. مبروكين يا زعماء، فوز يهمني كثير لانك وصلت فيه للنهائي وبتواجه الخلود، ولانه طلع الهلال من مرحلة الشك وخلانا ندخل فترة التوقف الدولي ووضعنا توب التوب.